ليه نضع القرآن في موضع يبقى مش موضعه؟ ليه بنستغل الأحاديث النبوية في موضع مش موضعها؟ يعني لما يجي حد من الإخوان النهارده يقول أصله الشجاعة مش عارف إيه والصبر مش عارف إيه والبتاع الحديث عن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ماشي. طب ما ترجع للأصل، إحنا قلنا، أنا قلت امبارح للدكتور أحمد عارف، قلت له ارجع للأصل. مين اللي عمل الفكرة إن يبقى فيه إحنا وهم؟ هم اللي عمل فكرة هم وهم دي، إحنا ودوك هم أول حاجة كانت موجودة عند بيتنا في عند مجلس الشعب. وقفوا يحموا مجلس الشعب. الله، انتوا مالكم مجلس الشعب؟ تحموا مجلس الشعب ليه؟ دي كانت أول خطوة، أول مواجهة بين الإخوان والمتظاهرين، وحصل فيها كوارث زي ما انتم عارفين ومات فيها ناس وبتاع. أول مواجهة مين اللي بدأها؟ هم. ما احنا لازم نرجع، لازم كل حاجة يبقى ليها نمرة واحد. الحدث الأول، متى بدأت الأحداث؟ امبارح كان في أحداث أصلها إيه؟ أصلها كيت وكيت وكيت وكيت. هنرجع لأحداث مجلس الشعب. ثلاثة بعد كده أحداث أنا كنت كاتبهم عندي هنا، جمعة كشف الحساب واللي حصل فيها برضه من بلاوي. بعديها الاتحادية واللي حصل فيها من بلاوي برضه مواجهات، قلنا ما تروحوش هناك، هم كانوا راحوا والرئيس خرج الدكتور مرسي خطب فيهم. ايه اللي وداهم تاني بقى واحنا عارفين ان في مظاهره وبعدين راحوا كسروا الخيم؟ وانتوا فاكرين الحته القصص اللي مش عارف يتكلم الحقيقه، القصص بتاعت علبه النست ولقينا عندهم جبنه نست ولقينا عندهم خيار ولقينا عندهم بسبوسه ولقينا عندهم. وبعدين سمعنا عن تعذيب، وسمعنا عن ناس، وسمعنا عن كذا وسمعنا عن كذا وسمعنا عن كذا وسمعنا عن كذا. مين اللي حط الطوبه الاولانيه؟ الحجر الاساسي اللي رمى الحجر الاساسي في البركه اللي هي كانت راقده، مين اللي رمى الحجر؟ ده السؤال المهم. هم النهارده شغالين بيبداوا بالاذان، ما اعرفش ايه علاقه اذان بمؤتمر صحفي، ما اعرفش. يعني دلوقتي وانا قاعد كده واذان العشاء يدن، ينفع ان انا ادن العشاء؟ ولا الاذان ده ليه مكانه؟ يعني ممكن واحد بره، ما عندناش جامع في المدينه، واحد يقف على باب المحطه بره يدن الاذان عشان الناس تصلي. لا، احنا عندنا جامع في المدينه، جامع جنبينا احنا كمان، فيبقى خلاص الجامع بيدن واحنا بنصلي. ايه المغزى؟ الطبطبه على الناس. احنا بنقول الاذان اهو واحنا بنحاسبن عليهم، واحنا ايه ده؟ ايه الخلط ده؟ ايه الخلط العجيب ده؟ ما المراد؟ ما المراد؟ احنا عايزين نوصل لايه بالظبط؟ ثم الغضب كله، كل اللي حاصل ده كله، وده اللي هنناقشه مع دكتور عارف ودكتور حمزاوي. الغضب اللي حاصل ده كله نتيجه ايه؟ سوء اداره البلد اللي بيديرها مين؟ احنا من بكره الصبح نبقى بنسقف للاخوان، لو عدلوا نفسهم هيعدلوا نفسهم. كل الاراء وكل الاشارات وكل الدلائل بتؤكد ان هم مش هيعدلوا نفسهم. هم كده، هم دول. وده اللي مكتوب في كتب، للاسف ده موجود في كتب كتير جدا جدا جدا، ان هم دول اللي انت شفتوهم، دول اللي جايبينهم النهارده سمعا وطاعا. الله اكبر ولله الحمد، ده نداء بتاع الشيخ حسن البنا. ما احنا كلنا بنقول الله اكبر ولله الحمد، مش انتوا بس، مش انتوا بس. رحم الله الملك عبد العزيز السعود لما قال لهم كلنا اخوان وكلنا مسلمين، لما كانوا عايزين يدخلوه معاهم في العشرينات والثلاثينات، لما كانوا عايزين يروحوا السعوديه ولما كانوا عايزين يروحوا اليمن. عندهم فكره تانية خالص، في موضوع تاني مش مصر. هم عندهم فكره تانية خالص، ان هم هيحققوا الاستاذيه في العالم، هيبقوا اساتذه العالم بالدعوه بتاعتهم. ففي موضوع خطير جدا جدا جدا، احنا لازم ننتبه ليه، نقراه كويس. ده المجهود اللي الواحد عمال يعمله اليومين دول، عمال يقرا في كتب ويقرا ويراجع في دماغه ويشوف ايه الحكايه. انا عمال اقول ليه امل؟ مفيش امل. لا، في امل. هنعمل ايه؟ يقول لك طب اديني اماره، يعني اديني اماره انه يبقى، يعني عشان اقول ان في امل اديني اماره. يعني في ممكن يعملوا ايه؟ طب عملوا ايه من ساعه ما مسكوا الحكم؟ عملوا ايه
يقول ان الناس دول هيعملوا عداله اجتماعيه، ان الناس دول هيعملوا حريه، ان الناس دول هيوفروا رغيف العيش. مش رغيف العيش، مش المقصود بيه الرغيف، هيوفروا طبعا الرزق بتاع ربنا، هيوفروا وسائل العمل اللي تخلي المواطن يعيش كريم، يعيش كريم، بيشتغل وبياكل، مش شحات وبياكل، لا بيشتغل وبياكل. ما فيش حد في مصر بيبات جعان، انا عارف، لكن شحاته لا، احنا عايزين الناس تشتغل والناس تتعلم ونبقى في دولة حقيقية. هي القضية عند الإخوان مش كده خالص. مصر جزء من فكرة كبير أوي أوي أوي، موجودين في 72 دولة في قول، وموجودين في 80 دولة في قول آخر، والفكرة عندهم حاجة تانية خالص. هنعمل إيه في المواجهة ده بقى؟ إيه اللي ممكن نعمله؟ امتى توصل الكلمة الحقيقية والصادقة؟ احنا لما بنتكلم كده بيقول لك دول ضد الاخوان ومش ضد الاخوان. طب ما انا كنت مع الاخوان، طب انا بقيت ضد الاخوان ليه؟ بطلوا يدفعوا لي؟ يعني كانوا بيدفعوا لي بطلوا يدفعوا لي؟ انا كنت معاهم بمحض ارادتي مع محمد مرسي ومشيت بمحض ارادتي، ومعايا ناس كتير جدا 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 حصل لهم نفس الشيء، ناس عددهم لا يحصى ولا يعد بالملايين حصلت لهم نفس الصدمة، لأن مشينا في إطار إن دول برضو مهما كان دول ناس يعرفوا الدين، حتى عندهم فكرة حتى على الأقل. إنما اللي حاصل ده اشمعنى ما شفناش تصريحات زي اللي سمعناها دي على لما البنت اتضربت، لما ميرفت اتضربت في المقطم؟ ما سمعناش تصريحات لكتاتني ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ولا حد اتكلم، ولا اتعمل لها مؤتمر صحفي زي المؤتمر الصحفي اللي اتعمل ده، ولا اتعمل حاجه. اشمعنى؟ ولما ماتوا الولاد في الاتحاديه، ولما ماتوا الولاد عند مجلس الشعب، ولما ماتوا الولاد في الجمعه اللي هي جمعه 100 جمعه، على رايك 100 جمعه. طيب انا اقول لكم الاخبار بسرعه كده. مدير الامن المركزي: الاخوان الذين تم تحريرهم خلال اشتباكات المقطم لم يكونوا مسلحين. ده خبر من مدير الامن المركزي اللي هو اشرف عبد الله مسلم. شباب الاخوان يعلنون محاصره الانتاج الاعلامي غدا، وواحد منهم بيقول حرق مدينه، مش منهم هو قوي، هو يمكن محسوب على السلفيين اكتر. حرق، احنا قلنا امبارح ان انا مش هتوقف عند اسمائهم كتير لمجرد ان انا اغيظهم واحرق دمهم، لمجرد ان انا اغيظهم واحرق دمهم. انما الكلام اللي بيقولوه لازم نقف عنده، لانه الكلام له مدلول. ما يهمنيش الشخص، مش هتوقف انا عند اشخاص، انما هتوقف عند المدلول اللي بيقولوه. زي ما وقفت على الكلام اللي قاله امبارح، انا قلت ان هو عصام العريان بس يعني مره كده، انما هقول لما يتجنى ويشتم عبد الناصر تبقى ده تجني، وده خروج عن حدود او اللياقه، خروج عن حدود اللياقه. ان يتقال ان عبد الناصر كانت البلد اوسع منه. امال البلد بالنسبه لكم ايه؟ لما عبد الناصر اللي عمل الفكره الرئيسيه، صحيح هو فشل في انه ينجحها يحققها، لكن عملها، كان عنده فكره رئيسيه. الامه دي مش هتقوم بمصر ولا هتقوم بالسعوديه ولا باللي بيحصل في دبي. ما تفتكروش ان دبي دي بقت دوله فريده في العالم. دي مدينه فيها شويه عمار كده وشويه حاجات، اول ما حصلت ازمه اقتصاديه انهارت البلد كلها. يعني اي ازمه اقتصاديه تيجي تاني تنهار، مفيش حاجه اساسيه. مفيش حاجه اساسيه. اللي كان بيسعى ليه عبد الناصر وفشل فيه، ولكنه شرف له ولنا ان ننصره فيه، ان هو كان بيسعى لدوله عربيه كبيره، دوله عربيه متحده، القوميه العربيه تفضل كل دوله زي ما هي، زي ما حصل فيما بعد في الاتحاد الاوروبي. يعني هم خدوا فكره عبد الناصر وعملوها في الاتحاد الاوروبي اللي احنا ما عرفناش نعملها بين الوطن العربي. ان ما فيش دوله هنا مش هنبقى اقوياء ولينا قيمه ولينا كرامه ولينا عزه وقادرين نواجه الغرب الا لما نكون دوله قويه اقتصاديا، دوله كبيره. مش مصر بس، كل الدول العربيه دول متحدين في دوله قويه يعمل لها العالم ألف حساب. عقول عندنا، ناس عندنا، فلوس عندنا، كل حاجه عندنا، ثروات طبيعيه من كل نوع ولون. انما تقول ايه؟ الاستعمار مش عايزك تعمل ده، واحنا بننفذ الاستعمار اللي هو عايزه بالظبط. القوى الغربيه والقوى الامريكيه مش عايزه دي تبقى دول كده، فاحنا بننفذ لهم بالظبط. اللي من ضمن اللي بينفذوا المشروع بتاعهم الاخوان المسلمين، للاسف الشديد.
زي ما كان بينفذوا مبارك، زي ما بينفذوه هنا وهنا وهنا وهنا. مش عايزين نهاجم دول اخرى عشان ما نعملش مشاكل، لكن الدول كلها عايشه دوله قد كده ودوله قد كده ودوله قد كده، وبعدين هتعملوا ايه في الدول دي؟ بيستمتع بيها حكامها، والشعوب طز، ياكلوا زلط، ياكلوا لحمه برازيلي من يعني ما يعلم بها الا ربنا، ياكلوا رز مسوس، ياكلوا فراخ بايظه، ما يتعلموش، ما يتعالجوش، الفقير يموت يروح في 60 داهيه، مش مشكله. ده موجود في كل الدول العربيه، موجود في كل الدول العربيه وبنسبه كبيره، حتى الدول الاغنياء بعضها فيهم ناس فقراء وفي ناس مش لاقيين ياكلوا، مفيش مستشفيات محترمه، مفيش يعني. واحد هيقول ايه ولا ايه؟ بس الحقيقه الواحد ده قال ايه بقى؟ حرق مدينه النفاق عمل ثوري، مدينه الانتاج الاعلامي يعني، ده عمل ثوري. انهم يجوا يولعوا في الاستوديوهات اللي متكلفه مليارات، دي احنا بنتكلم هنا في المدينه مليارات. انما اوعوا تفتكروا ان الناس اللي في المدينه هيسيبوكوا، دول هياكلوكوا، هياكلوكوا اكل ما تقدروش عليهم، خاصه انتوا يا عيني مساكين ما بتشيلوش سلاح، لا بتشيلوا مطوه ولا بتشيلوا عصايه، ده كلام الامين العام بتاعكم. هتيجوا تولعوها بايه؟ اذا كنتوا انتوا لا بتشيلوا مولوتوف ولا بتشيلوا طوبه ولا بتشيلوا عصايه ولا بتشيلوا، هتولعوا في نفسكم وتروحوا مولعين في الاستوديو؟ ولا هتعملوا ايه؟ ده انتوا ناس طيبين ما بتلكوش في الاسلحه، الاسلحه دي بس بيشيلها المتظاهرين، يبقى هتهجموا على المدينه تعملوا ايه بقى؟ اللي هي يقول لك حرق مدينه النفاق عمل ثوري. ابو اسماعيل يدعو للتحرك خلال ساعات لمقر الاحزاب الليبراليه ومنازل الاعلاميين الذين ينفخون في تاجيج الفتنه. يا خبر اسود، في كلام كده، في اكتر من كده. ده بوابه الاهرام على فكره. دعا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مؤسس حزب الحريه تحت التاسيس الى التحرك نحو مقرات الاحزاب الليبراليه، قائلا يبدو ان التحرك السلمي المشروع لمقرات الاحزاب الليبراليه التي تحرك الاحداث الحاليه صار ضروره ملحه خلال ساعات على الاكثر. خلال ساعات، يعني عمليه جراحيه عاجله. ايه ده؟ ايه ده؟ مين يقول ان احنا حد فينا كان موافق على ان يحصل اللي حصل في المقطم امبارح من نار ومولوتوف وبتاع؟ مين قال ان ده حد يوافق عليه؟ محدش يوافق عليه ابدا. احنا مع التظاهر السلمي كلنا، ومش محتاج ان احنا نقول ده، مش محتاج ان احنا نقول ده. يوم شيخ يدعو لحاجه زي كده ليه؟ غرضه ايه؟ يعني غرضك ايه؟ غرض تقوم الناس على بعضها؟ المتحدث باسم الحرية والعدالة يحمل البرادعي وصباحي مسؤولية أحداث المقطم ويكشف 200 مصاب حصيلة خسائرنا، ويتساءل لو كان لنا ميليشيات فلماذا لم تظهر، ويندد بالاعتداء على فتيات الإخوان بالمنيل. من حقه طبعا يدافع عن الناس، واحنا كمان لما نيجي ندافع عن الناس ما يزعلوش، بيزعلوا مننا بقى، بيقولوا احنا اعلام مش محايد. حمل الدكتور مراد علي المتحدث الرسمي باسم حزب الحريه والعداله كل من الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المسؤوليه السياسيه الكامله عن احداث العنف التي شهدتها منطقه المقطم امس الجمعه خلال فعاليات مليونيه رد الكرامه. واكد في تصريحات لليوم السابع خلال تواجده امام مقر مكتب الارشاد بالمقطم اليوم السبت ان صمت البرادعي وصباحي عما حدث امس من احداث عنف هو صمت مريب ومخزي، مشددا انهما اعطيا غطاء سياسيا لاحداث العنف التي جرت امس من سحل وضرب شباب الاخوان رغم تواجدهم لحمايه مقرهم. احنا ما شفناش هنا سحل، حتى الشرايط اللي هم عرضوها ما عرضوش فيها سحل. يعني عشان نبقى عارفين، بس يعني عشان نبقى واخدين بالنا من اللي بيتقال. اما الجماعه الاسلاميه فانتهاك المساجد واقتحام مقرات الاخوان يكشف عن بغض وكراهيه متناميه للمشروع الاسلامي. عيب عيب عيب، اتقوا الله، عيب عيب تقولوا كده على الشعب المصري انه رافض المشروع الاسلامي. عيب. احنا كلنا مسلمين وكلنا مؤمنين وموحدين بالله. الجوامع كلها مليانه ناس بتصلي، وفي رمضان الناس كلها بتصوم والناس بتزكي، واكتر ناس بتروح تعمل عمره للمصريين. عيب. اختشوا طلعونا كفار.
ما ربنا ما قالش كده ابدا، لا تزكوا انفسكم. عيب. ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ كراهيه متناهيه للمشروع الاسلامي. لا، كراهيه متناهيه لمشروعكم انتوا، لمشروعكم انتوا، مش الاسلامي، لا مشروعكم انتوا اللي معمول تحت ستار الدين، تحت ستار الدين، مستغلا الدين في الموضوع، انما هو مشروع سياسي في الاصل، السيطره على الحكم. مين قال لك ان احنا مين قال لك ان الشعب المصري ضد مشروع اسلامي؟ المسلمين قبل ما تتخلق الجماعه ولا تتولد الجماعه ولا تتعمل الجماعه كان الايمان في مصر موجود من 7000 سنه. ده قبل الاسلام ما يظهر كان في ايمان في مصر، وكان في توحيد بالله في مصر. تقوم انتوا تيجوا النهارده في سنه 2013 تقولوا المصريين كفار، مش عايزين المشروع الاسلامي عشان مش قابلينكم انتوا بقى الاسلام، انتوا بقى الاسلام. عيب كده، عيب انكم تعتدوا على شعب. بقى الراجل الطيب اللي قاعد في الصعيد دلوقتي بيسمعنا ولا في الارياف ولا هنا ولا هنا، وبيقوم كل يوم الصبح يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، طبعا ليكوا حق تقولوا كده. ما اذا كان رئيس وزرائكم بيقول لك الراجل بيروح الصبح يصلي الفجر ومراته بتروح تغتصب، نقول لكم ايه؟ الراجل يصحى يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اول ما يقول اول كلمه يقولها يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ويقوم يتوضى ويقوم يصلي الفجر في الجامع ويرجع على الغيط يشتغل، وبعدين مراته تجيب له الاكل الساعه 12 ياكل له لقمه، ويقعد يصلي الظهر في الغيط مع الناس وهكذا وهكذا، وبالليل مغربه وعشاء في الجامع. هو ده الشعب المصري. كفرتوهم ليه؟ بتاع ايه تكفروهم؟ انتوا مين عشان تكفروهم؟ نعملوا فاصل بقى ونكمل.